هل سمعت يوما عن أعظم تضحية في التاريخ؟ لعلك غافل عن هذه القصة العظيمة وتحتاج إلى تذكير يهز قلبك. بعد وفاة النبي تغيرت أحوال الصحابة، ومنهم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. كان عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد أصبح من كبار تجار المدينة المنورة. كان إذا دخل المدينة أحدث فيها حركة عظيمة وضجت بها الأصوات، إذ كان يمتلك نحو 700 بعير محملة بأنواع البضائع. وكان أهل المدينة يعلمون إذا دخل عبد الرحمن بتجارته. وذات يوم دخل عبد الرحمن بن عوف المدينة ومعه ابنه، فامتلأت الطرقات بالناس، منهم من جاء يشتري ومنهم من ينظر، والتجار يتحاورون معه. كانت المدينة في حركة لا تهدأ، فوضى حول الجمال والبضائع. وكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في منزلها، فرأت هذا المنظر من بعيد فتعجبت وسألت: ما هذا؟ فقيل لها: هذه قافلة عبد الرحمن بن عوف. فقالت: أما إن رسول الله قال: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، فإن استطاع أن يدخلها قائما فليفعل. وفي رواية: إني لأخشى على عبد الرحمن أن تكون دنياه قد أسرته. وكان النبي قد قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. صحيح البخاري. فلما بلغ هذا الكلام عبد الرحمن بن عوف خاف خوفا شديدا، وبدأ يتأمل في حاله، وقال: لقد شغلتني تجارتي عن طاعة الله، وبدأت أفتن بها. وبينما هو في هذا الهم اجتمع حوله التجار وقالوا له: يا عبد الرحمن، باع إلينا هذه البضائع وهذه الإبل، ونحن نكفيك أمرها، واذهب أنت لطاعة الله، واترك هذه الدنيا التي تشغلك. فقال لهم عبد الرحمن: كم ستدفعون؟ فقالوا: ندفع لك ضعف أرباحك. قال: لقد أتاني من هو أكثر. قالوا: إذن 3 أضعاف؟ قال: لقد أتاني من هو أكثر. قالوا: 4 5 6 7؟ قال: لقد أتاني من هو أكثر من ذلك كله. فقالوا في دهشة: من الذي أعطاك أكثر منا ونحن تجار المدينة كلنا؟ فقال لهم: لقد أعطاني الله تعالى 10 أضعاف. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الأنعام 160. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أن كل ما أملك من تجارة، وكل هذه البضائع، وكل هذه الإبل، هي في سبيلك لوجهك الكريم للفقراء والمساكين في المدينة. فوزعت تلك القافلة العظيمة على فقراء المدينة، حتى قيل: لم يرى في المدينة يومها فقير إلا وقد استغنى. فلما بلغ الخبر عائشة رضي الله عنها بكت بكاء لا إراديا، وقالت: والله لذلك شهد له رسول الله بالجنة. يا له من موقف يهز القلوب. تخلى عبد الرحمن بن عوف عن تجارته العظيمة، عن كل ما يملك، من أجل ألا تكون الدنيا أكبر همه، من أجل ألا يفتنه المال ويشغله عن عبادة ربه، من أجل الجنة. هذا هو الإيمان الحقيقي. لقد خاف على نفسه، خاف أن يفتن، فاختار الآخرة على الدنيا، واختار رضا الله على شهوة المال والملك. وهذا هو السبب الذي جعل النبي يبشر هؤلاء الصحابة بالجنة. فالجنة لا تنال بكثرة المال، بل بكثرة التضحية والصدق مع الله والعمل الصالح والنية الصافية.